اختار الرجاء الرياضي الرد بطريقته الخاصة على الأخبار التي تتحدث عن عزم النادي إقالة المدرب التونسي لسعد الشابي من منصبه مدرباً للفريق الأخضر. ونشر فريق الرجاء الرياضي مقطع فيديو لتدريبات النادي الأخيرة تحسباً لمباراة الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية ضد الدفاع الحسني الجديد. وظهر في الفيديو الشاب وهو يحيي اللاعبين في إشارة يريد منها فريق الرجاء التأكيد على أن الشاب مستمر في تدريب النادي وهو من يقود النادي في الفترة الحالية. ولم تكشف إلى الآن العصبة الاحترافية لكرة القدم عن موعد الجولة الثالثة ضد الدفاع الحسني الجديد. تنطلق هذا الأسبوع منافسات الهواة للموسم الرياضي الجديد، ويفتتح الموسم الكروي بمباراة الدرب البيضاوي بين فريقي أمل الوداد وأمل الرجاء لحساب الجولة الأولى من بطولة القسم الوطني الثاني هواة شطر الشمال الغربي، والتي ستجرى بمركب بن جلون بمدينة الدار البيضاء. يعود الدرب البيضاوي هواة بين الوداد والرجاء بعد غياب دام موسم واحد، مواجهة ستكون حارقة بين الفريقين وكل واحد يسعى إلى تحقيق الفوز. وأن نادي الرجاء الرياضي أنهى ارتباطه بالمدرب التونسي لسعد الشابي بعد فترة لم تخلو من شد وجذب داخل البيت الأخضر، لتفتح إدارة الفريق صفحة البحث عن بديل قادر على إعادة التوازن وقيادة المجموعة نحو تحقيق الأهداف المنتظرة. وأن قائمة الأسماء المرشحة لخلافة الشاب تضم 3 مدربين بارزين، ويأتي في مقدمتهم التونسي نصر الدين نابي الذي فك ارتباطه مؤخراً مع نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي بعد سلسلة من الخلافات مع إدارته، ليصبح من الأسماء الحرة المتاحة في سوق المدربين. كما يوجد ضمن القائمة الجنوب إفريقي دافيد فادلو المدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني، والذي يحظى بتقدير كبير بفضل تجربته في المنافسات الإفريقية، رغم أن ارتباطه بعقد مع فريقه قد يشكل عائقاً أمام انتقاله. أما الاسم الثالث هو الإسباني خوسي ريفيرو المقال حديثاً من تدريب الأهلي المصري، والذي يملك خبرة معتبرة في القارة السمراء، وينظر إليه كخيار أوروبي يمكن أن يضيف لمسة مختلفة للمشروع الرجاوي. وتسعى إدارة الرجاء الرياضي إلى الحسم سريعاً في هوية المدرب الجديد حتى يتمكن من مباشرة عمله في أقرب وقت، خاصة وأن الجماهير تترقب عودة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية بعد مرحلة صعبة عاشتها في الآونة الأخيرة. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يصلكم الجديد أولاً بأول.